أين أنتما؟ من المغرب في طنجة. من المغرب في طنجة. نعم. وسلمان؟ أنا كذلك. من المغرب في طنجة. نعم. إذا من المغرب في طنجة، وأهل المغرب أنتم تعلمون عندما يتحدثون بالعامية، نحن أهل المشرق لا نفهم عليهم كثيرا. طفلين جميلين، زينب وسلمان. الجميل في الموضوع أن زينب وسلمان يتحدثان اللغة العربية الفصحى، صحيح؟ أليس كذلك؟ نعم. أهلا يا زينب، وأهلا يا سلمان. أهلا. ولكن عندما يأتيك من المغرب من طنجة زينب وسلمان ويتحدثان الفصحى، هنا تبدأ القصة. طيب زينب، هل تحبين أن نتحدث بالفصحى أم أتحدث بالعامية؟ الفصحى. لماذا؟ يعني لأن العامية لغة، هي لهجة ليست لغة، وأيضا لا تفهم، فهي كلمات. يعني مثلا في بعض الكلمات تجدها مثلا من الإسبانية، بعضها أيضا تستعمل، هي كلمة أصلها من الفرنسية وتجعلها في العامية. وأيضا بعض الكلمات في الإسبانية نقولها نحن وتعتبر مغربية. لذلك الفصحى تعتبر أفضل شيء. نعم. وتكون لغة عربية. نعم خالصة. هي ليست مثل اللغات الأخرى. هي فريدة من نوعها. اللغة العربية. أجل. لماذا؟ فهي لغة القرآن ولغة أهل الجنة، ويمكنك أن تتكلم بها بسهولة، وهي لغة تملك أكثر من 12 مليون كلمة مفردة. نعم. نعم. وفي اللغات الأخرى لن تصل، حتى يمكن أطول واحدة أن تصل إلى مليون أو أقل، أو 2 مليون مثلا. نعم. جميل جميل. وهي لغة سلسة. نعم. منسابة سهلة هكذا، لذلك سهلة. أنت تحبينها. نعم. سلمان. نعم. أنت تتحدث الفصحى صحيح؟ نعم. كيف تعلمت؟ تعلمتها بطريقة لدكتور سوري اسمها طريقة التغطيس. طريقة التغطيس. نعم. ما هي هذه الطريقة؟ هذه الطريقة هي أن يكون هناك أحد من أفراد الأسرة يتحدث معك باللغة العربية الفصيحة، يعني اليوم كله يتحدث معك باللغة العربية ولا يدخل أي مفردة عامية، والفرد الآخر مثلا الوالدان، مثلا الفرد الآخر يتحدث معك بلغة القوم الذي تعيش معهم لكي تتمكن من التعامل معهم والتحدث معهم بسهولة. لن تبقى مثلا إذا كنت في بريطانيا أو أي دولة أخرى لن تتحدث معهم بالعربية، عليك أن تتحدث معهم باللغة التي ينطقون بها والتي يتقنونها. لذلك جاءت يعني هذه الفكرة. نعم. هذه الفكرة. إذا طريقة التغطيس أن يقوم أحد الوالدين بالتحدث باللغة المحكية، اللغة العامية. نعم. والآخر يتحدث باللغة الفصحى. وهكذا فعل والديك يا زينب؟ نعم. أبي كان يتكلم معي بالعامية فقط، وعندما نكون عائدين من المدرسة يعلمنا كلمات جديدة بالإسبانية. وأمي تتكلم معنا بالفرنسية وبالعربية وبالإنجليزية وقليلا من التركية. عندما بدأتم تتحدثون أو تتعلمون اللغة الفصحى، هل كان الأمر صعبا أو غريبا؟ لم يكن غريبا، لأني في البداية كانت أمي تقرأ لي قصصا في الليل قبل أن أنام. نعم. ولكني لم أكن أسمع، فبعد أن يعني ظلت تقرأ لي أحسست بأني بدأت أعرف، وانسجمت معها في قراءة القصص، فهي تقرأ لي في الليل وأنا في النهار، وأتكلم معها بها وأمارسها، وأتكلم بها مع صديقتي مريم كلما التقيتها. أين هي مريم؟ في طنجة. في طنجة. أنا أوجه لها تحية لمريم في طنجة. هل تتحدث الفصحى مريم؟ أجل تتحدث الفصحى. جميل. أنت في كم عمرك يا زينب؟ 8 سنوات وقليل من الشهور. وقليل من الشهور. وسلمان؟ عمري 12 سنة و8 أشهر. سمعت أنك تحفظين من الشعر أو أنك تكتبين الشعر. نعم، أكتب الشعر.
ماذا كتبت؟ كتبت: كنت مريضة ولم أذهب إلى المدرسة. أوه يا إلهي. فلذلك لماذا لا فكرت وقلت لماذا أضيع وقتي أنا فقط على الفراش، يعني لماذا لا أكتب؟ أخذت ورقة وقلم وبدأت بالتأليف، وما ألفت كان من كتاب المتنبي، من شعر كفى أبلى الهوى علي لا كفى بجسمي نحولة. وأنا قلت: كفى بجسمي مرضا، أبلى علي المرض فلم أعد مذكورا، أنا على الفراش أتدهور وأنتم تمرحون، أخي يغار مني على مرض وعلى قطعة من حلوة، يغارون مني فأنا ألا يعرفون أني أتألم، إن أراد الحلوى فليأخذها فما هي تنفعني. جميل ونسيت جميل الباقي. جميل جميل. شعر طفولي، ما حدش ولا شاعر يطلع يقول لي بحر وما زبطش والوزن لا لا لا، أي شعر، لأنه الموضوع فيه شوكولاتة، والموضوع فيه إنه صحباتها وإخوانها واللي حواليها بيغاروا منها وهي مريضة طريحة الفراش. يا حرام زينب، يعني الحمد لله على سلامتك يا زينب، وأتمنى أن تكتبي قصيدة المرة القادمة يكون فيها إن شاء الله شيء من حبك للغة العربية. نعم كتبت. ما رأيك بهذه الفكرة؟ نعم. كتبتي؟ لا، كتبت شعرا آخر والآن سأكتب هذا الشعر. شكرا على الفكرة. نعم. شكرا لك أنت. سلمان، أنت تحفظ شيء من الشعر؟ نعم. ماذا تحفظ؟ أحفظ مجموعة من القصائد، كنت بعضها حفظتها في صغري وبعضها أحفظها الآن. مثلا حفظت قصيدة المتنبي: وحر قلبه مما قلبه شبم، وحفظت أيضا قصيدة البستي، وأيضا حفظت قصيدة الأصمعي بصوت صفير البلبل. صوت صفير البلبل هيج قلبي ثملي أدخل. نعم. تتحدث الفصحى بالمدرسة؟ نعم. بالمدرسة؟ نعم. وأصدقائك يستغربون؟ نعم. يقولون لك: يا رجل لماذا تتحدث؟ ماذا تقول؟ صحيح؟ نعم. أنت ماذا تقول لهم؟ أقول لهم يعني هذا عادي، لأنها هي اللغة التي أحبها، وأنتم مثلا أنتم تلهون بلغتكم الفرنسية واللغة العامية، وأنا هذه لغتي. وأنت لا تخجل من هذا الشيء؟ لا أبدا. لا. لأنك تجد أصدقاء آخرون يتكلمون به. لأعزائي الأطفال في كل مكان، لا تخجل من لغتك يا أخي. أنت يعني البعض يتحدث باللغة الإنجليزية وهو يعيش في بلد عربي، ينطق بالعربي في كل مكان، يريد أن يتحدث لغة الأجنبي، يريد إلى آخره. لا، حتى الهواتف يحولونها إلى اللغة الإنجليزية وهو إنسان عربي، اللابتوب، الآيباد، وهكذا. صحيح؟ نعم. لذلك يجب أن نعتز بلغتنا العربية، أليس كذلك؟ نعم. ماذا تقولون للطفل أو للشخص الذي لا يعتز بلغته العربية؟ يعني لا يعتز باللغة العربية. نعم. أم بلغته؟ يعني باللغة العربية تحديدا. لا يعتز بها، يعني لم يدرسها، يعني لا يعرف بأن فيها كلمات معجمات رائعة، بأن فيها كلمات يعني جميلة لا توجد في اللغات الأخرى، فيها يعني أدب، فيها قوة، يعني عندما تريد أن تتكلم تدافع على حقك تجد الكلمات التي بإمكانك أن تستعملها. جميل جميل جميل. هذا الاندفاع من أجل اللغة العربية الفصحى نريده في كل بيت حقيقة. أنت تكتبين القصص يا زينب، صحيح؟ نعم، كتبت 10 قصص. يعني الأولى فيها غرض. الأول بأن الناس تركوا الكتب وذهبوا إلى الآلات ونسوهم. والثانية بأني عندما أردت أن أتكلم مع أبي كان دائما يعني مشغولا بالهاتف، ولكن الآن ظل يتكلم معي ولم يعد يهتم بالهاتف كثيرا. جميل جميل. كم صفحة كتبتي في كتاب أنا القصة؟ لا أعرف، ربما هو كتاب يعني ليس كل قصة وحدها، هما 10 مع بعضهم. أظن 75، لا ليس يمكن إما 30 إما 30 شيء ما. أنت تتحدثين الفصحى أم أيضا تكتبين وتقرأين اللغة؟ أقرأها، أحب القراءة كثيرا، خاصة يعني النصوص ليست شعر بل هو شبيه بالشعر، يكون رائعا. وأحب القراءة والكتابة، فبالكتابة أستطيع أن أعبر على مشاعري وهكذا. جميل جميل جميل. ماذا تقرأ يا سلمان؟
أنا أقرأ كتب علمية وثقافية، وأيضا أحب الكتب الروايات الأدبية، والكتب أيضا الشرعية. يعني أنت مستقبلا ستكون عالما إن شاء الله. أليس كذلك؟ إن شاء الله. عالما في التفسير؟